هلا والله بالشباب والسلام عليكم. طبعا رجعنا وياكم من مزرعة الدجاج. طبعا اخوان اذا تحبون هذا المحتوى ادعمونا باللايك حتى نقدم لكم الى افضل. طبعا اخوان مثل ما تشوفون اغلب الدجاج كارك او نايم على البيض. وعندنا اليوم تفقيس سهم جديدة ما شاء الله، اللهم صل على محمد. هاي تفقيسة جديدة وهاي همه مثل ما تشوفون. هاي التفقيسة جديدة هم عندنا. وعندنا اغلب الدجاج صار وراء افراغ، لان هو هسه موسم تكاثر. هسه هم راح اصور لكم اياهن. طبعا عندنا هاي كان وراها 7 بس مثل ما تشوفون باقيات بس 3. كوبيهن تمرضن وكوبيهن اكلتهن البزازين، لان ذني يطلعن يفترن ورمهن. وعندنا هاي هم اللهم صل على محمد وراها 2 4 6 8. طبعا اخوان المعلومة انه انا ما احس بالدجاج، يعني فروخ الدجاج قد يطلعن، يعني اكو بيهن يموت. هاي هراتية طبعا. عندي بعد هم هسه اراويكم اياها. عندي هاي جو المبردة هي وفروخها. طبعا هي هسه اخر فترة هاي مال انتاج الافراخ، وراها بعد ما ينجح الفرخ، يعني راح تحتر الدنيا والافراخ بالحر تتمرض وتموت. هاي يمكن جواها هم 8 ما اعرف 7. طبعا اخوان اذا حبيتوا هذا المحتوى دعمونا بلايك حتى نستمر وياكم واصور لكم باقي الدجاج. وعندي بعد كاركات هواي، عندي دجاج بياض، اسولف لكم معلومات تفيدكم. فاذا حبيتوا هذا المحتوى دعمونا بلايك وتعليق حلو مثل وجوهكم الطيبة. مع تحياتي لكم اخوكم فرقد الحنين.